بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله يا شباب، النهاردة أنا هطبق عملي اللي أنا كتبته في الرايت اب بتاعة الجيت هاب، إنك تجيب منها critical bugs بسهولة. آه طبعا هو موضوع الرايت اب أعتقد أنا كتبت فيها كل حاجة، كل حاجة أعرفها يعني. فتطبيقا عملي ما هو إلا إني بس هعمل اللي أنا كتبته بس. فالموضوع يعني مش هقول حاجة زيادة، بس خلينا نطبق عشان الناس اللي بتسأل على التطبيق يعني. في البداية طبعا لو انت ما شفتش الرايت اب انصحك جدا انك تشوفها، لان الكلام فيها منظم شوية يعني. في حتة الدوركس دي يا شباب، طبعا الدوركس انت ممكن تغير، وفي حاجات هتستعملها ممكن ما تجيبلكش اي حاجة، وفي حاجات هتزودها عندك هتجيب. يعني الفكرة بس تشوف الحاجات أساسية أو حبة حاجات كده، يعني تبني عليها وبعد كده تبني عليها. يعني في حاجات في دول أنا مش بستعملها، بشيلها عادي، بس أنا كتبتها لأنها ممكن تيجي معاك، أو أنت ممكن تعرف تغير دورك بشكل مناسب يخليك تجيب حاجات أكتر. وحبة التيبس دي عشان ده اللي لاحظته من الرايت ابس اللي انا سلمتها وكده. ان الواحد اوقات بيترزع ان ايه او انفو على حاجة ما ركزش فيها، والحتة دي مهمة جدا، لازم أن تركز في الحاجات دي، لانه يعني كلمة لوكال دي وحشة قوي، مع ان في سيناريو هحكيه لكم دلوقتي يعني كمان شوية احنا بنطبق. فهو دي كل حاجة بس. فخلينا في الاول مثلا نبدأ كأننا مثلا ايه على اي بي ام، نعمل نفس المثال مثلا اللي محمد عمله. بالمناسبة لو ما شفتش الفيديو بتاع محمد، محمد احمد صديقنا، هو تقريبا الفيديو ده اول فيديو انا شفته للموضوع ده، وبعد كده انا بنيت عليه يعني، وبقيت بهنت عليها يعني. فالفيديو قدامكم على الشاشه، هسيبه لكم برضه في الديسكربشن تحت تبقوا تشوفوه، وفيديو جميل. فدلوقتي بناء على اول مثلا حاجه انا قلتها، انت بتبص على السكوب بتاع الشركه. في شركات لو انت حتى لقيت عندها حاجات حساسه في جيت هاب بيقولوا لك لا دي اوت اوف سكوب. فانت بتجيب شركه كاتبين مثلا سورس كود ريفيو، او كاتبين مثلا جيت هاب ريبوزيتوري بتاعتهم، او زي اي بي ام بتقول لك اي حاجه. يعني انت بتحاول تجيب حاجه السكوب بتاعها يسمح، لانك طبعا لو انت جبت حاجه حتى لو كويسه والسكوب بتاعها مفيش سكوب عن سورس كود، طبعا في شركات محترمه وبتقبلها، وفي تراجز بيعدوها، بس في الاغلب لا. فاحنا خلينا ماشيين احنا على السليم. فاحنا نشوف شركه بتسمح بالسكوب بتاعها. فاول حاجه مثلا اي بي ام هنعمل ايه؟ هتخش مثلا انت على جوجل تكتب اورج اي بي ام. انا بقول لك يعني دي الطريقه اللي بعملها، جيت هاب. تمام. انا في الطبيعي بكتب مثلا اسم الشركه جيت هاب او اورج كده. ده بنعمله ليه؟ عشان الحاجه دلوقتي هقولها ليها اهو، عندك هنا اي بي ام. انا بقى هنا ايه؟ عرفت الاورج بتاعتنا الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها، زي مثلا ايه هنا الدوركس هنا. طب احنا ليه اساسا بنبحث بالاورج؟ عشان نجيب الحاجات اللي الشركه منزلاها، عشان ما نجيبش حاجه الشركه تقول لنا مش احنا اللي منزلينها. في حاجه كمان، في ناس مش بيبحثوا بس بالاورج، بس مثلا بيبحثوا بالكريدنشالز على طول. مثلا هنا مثلا اي بي ام دوت كوم. انت طبعا برضو تبحث في جوجل او كده تعرف الايميل الرسمي بتاعهم بيتعمل ازاي. تبحث على طول عنها وتشوف تسريبات. بس الموضوع ده انا ليه مش بحبه، او هو متعب شويتين. انت ممكن تبحث وتجيب حاجه حد نشرها، الشخص ده تيجي تبعته للشركه يقول لك ده مش تبعنا. وممكن تبحث تجيب حاجه حد تبع الشركه، واحد من اللي شغالين في الشركه ناشرها، دي ممكن يقبلوها. بس الموضوع ده بارد ليه؟ لانك تبحث في حتت كتير قوي، انت هتقعد ترزع ما بين الناس. في ناس بتحب كده وناس بتحب كده. فانت جرب جرب، اهم حاجه تجرب عشان تعرف انت هتعمل ايه او تتعود على ايه. بس انا يعني الاساس اللي بحبه عشان اكون منظم نفسي شويتين، انا هدور على الحاجات اللي الشركه منزلاها. انا هدور على كريدنشالز او اي حاجه حساسه الشركه منزلاها بنفسها. فانا مثلا هنا عملت ايه؟ اورج اي بي ام. الخطوه دي بقى دلوقتي انت ممكن تاخد الحاجات دي على طول بتعمل لها كوبي، وتروح بيست، تحطها عندك مثلا في النوتس اوبسيديان ولا اي حاجه، تروح على كود. وبرده حركه تانية، ممكن في شباب كتير عاملين موقع كويس لطيف شويه، بتدي له الاورج اي بي ام ولا بي باي ولا اي حاجه، وتلاقيه عامل لك لينكات بالدوركس. ممكن انت كمان تعدل على الدوركس، تتك عليه يفتح لك على طول البتاع. دي براحتك، عايز تعمل كوبي بس تعملها، هي كلها طرق بس كلها نفس النتيجه في الاخر. فانت جرب، او كمان عايز تعمل انت موقع بنفسك فايب كودنج، تجرب انت تعمله او حتى تبرمجه انت بنفسك عادي. هي كلها وسيله، بس النتيجه في الاخر ان صفحه تيجي قدامك فيها الحاجه اللي احنا عايزين نبحث عنها، وتقعد انت ايه تلف فيها كده. تمام. موضوع برضو الايميلات لازم تخلي بالك منه. موضوع الايميل، في حاجات كتير بيبقى فيه، مثلا هتلاقي هنا بيقول لك ايه ده المبرمج الايميل البابليك بتاعه. فالايميل مش اي ايميل بيتسلم، انت كده كده مش اي حاجه تتسلم، انت لازم تركز. مثلا انا عملت هنا ماشي، ده الايميل ده كده ممكن افتح ده اشوف ايه. هتلاقي مثلا بتاع الشركه او واحد من مبرمجين الشركه حاجه زي كده. يو اي دي هنا، ممكن نشوف بروجكت، ممكن نبقى نشوف ده مثلا نبص عليه. حاجات زي كده تفضل مثلا نقلب كده. بس خلينا افضل دلوقتي ما نتكلم في الايميلات، عشان الايميلات هتلاقي فيه
اغلبها بتلاقي واحد من الناس اللي شغالين في الشركه عاملين ايميل بابليك، فهتيجي تكلمه او هتبحث تلاقي ايميل بابليك فعلا. فاهم؟ فخلينا مثلا نمشي على حاجه شويه ايه، حساسه سيكه. خلينا مثلا نعمل ايه، باسورد ويوزر نيم. تمام. انت كل اللي بتعمله هنا بقى، انت مثلا على فكره في برضو حاجات بتعمل الموضوع ده اوتوماتيك. في حاجات بتعمل في تول انت ممكن تعمل تول تعمل كل حاجه، تلف هي اللفه دي وتشوف لك المهم وكده. بس انا بقول لك على البيز خالص من غير تول خالص، انت بس كل حاجه بتجرب نفسك. ماشي ماشي. شوف في حاجه هنا حساسه. تمام. في هنا حاجه احنا شفناها دلوقتي، هتلاقي development، الاسم مفهوش يبان. مم، في الحاجات دي بيقول لك هنا بوستجر. طب نفتحها نبقى نشوفها بعدين. ده المنظر، انت مش بتمسك الحاجه بتشوفها، ده اللي انا بعمله. طبعا ممكن انت تشوف دي، لا خلاص انا هجربها. مثلا هنا عندك ايه، ماشي دي مش هفتحها. هنا ليه؟ قال لي هنا سامبل على طول. سامبل مش هفتحها واتعب نفسي في الاخر يقول لي ايه يا عم ده انت باعت لي ايه. طبعا دي من الايه اللي قدام هنا، دي من الحاجات اللي انا قلت عليها هنا. اهي. عشان تخلي بالك ما تبعتش حاجه وتلاقي التريجر بنفسه يقفلها لك ايه قبل ما تتبعت للشركه. ركز على الحاجات اللي بتكون مهمه شويه. طبعا برضه اوقات ريد مي بيبقى في حاجات يعني مش مهمة قد كده. بس خلينا نكمل مثلا هنا نلف لفة كمان. تمام. مثلا عندك هنا ريد مي جي دوكس، دي ممكن يكون فيها حاجة وممكن لأ. ممكن نبص عليها. طب تمام كفاية كده يعني، مش هنقعد نعمل البتاع لغاية آخرها. طبعا بقى انت بتجرب الدوركس كلها وتشوف اللي انت تطلعه منها. آه برضو حاجات كويسة في توكن. وانت مثلا جيت تدور على توكن بس، بيبقى في اوقات حاجات كويسة جدا. وطبعا في ملفات وامتدادات كويسة، فانت كل الحاجات دي انت بتجربها. وبتعيش بتشوف ده هيطلع ايه وده هيودي فين وده هيجيب منين. يعني مثلا هو لفينا لفة. هنا مثلا بقى عندنا دلوقتي التابس دي، نعمل ايه؟ نفتح مثلا التاب دي. انا التاب دي كنت جايب فيها ايه، التاب هنا كان بيقول لك فيه هنا ايميل ويو اي دي. فانت بقى عايز تتاكد من الحاجات دي. اولا انت الحاجات دي كده بتيجي الحاجه الاول، بتبص على حبه النصائح اللي قلت لك مثلا هنا من 3 اسابيع فاتوا. ده حاجه حديثه، يعني ممكن يكون فيها حاجه غلط. برضه ممكن تبص على ايشوز اوقات بيبقى هنا عادي يعني. هتقول لك البتاعه دي المفروض ما تبقاش هنا او حاجه زي كده. فخلينا نرجع للكود. فانت هنا بقى بتبص تلاقي هنا يو اي دي، هتلاقي حاجه زي كده. تلاقي هنا. طب انت هتلاقي الحاجات دي، هل الحاجات دي مهمه ولا لا؟ ساعتها ممكن ترجع خطوه ورا، تحاول بقى انت تستنتج ملف المشروع ده بتاع ايه، والتعديلات فيه ايه، بيعمل ايه، واللي انت لقيته كان بيعمل ايه. والحاجات دي طبعا بتاخد منك حبة وقت محترم. وانت بتاخد فيها حبة وقت محترم، ممكن برضو تديها لشات جي بي تي او اي يقول لك ايه البروجكت ده، ايه البروجكت ده بيعمل ايه، البروجكت ده ايه الحاجات الحساسة في البروجكت ده. فانت بتجرب كتير، لان انت الحاجة اللي بتلاقيها ممكن تبقى اي حاجة. احنا هنا مثلا لقينا ايميل ولقينا يو اي دي ده ممكن فعلا يكون حاجة خطيرة. فانت بقى بتقعد تجرب وكده. بس مثلا ممكن نبحث باليو اي دي ده على حاجه كده، نجرب حاجه. اليو اي دي موجود في اكتر من مكان فعلا عندهم. وده ممكن تكون حاجه فعلا حساسه، وممكن تكون حاجه عاديه. زي مثلا واحده من الحاجات اللي موجوده عندهم موجوده في اكزامبلز. يعني الموضوع مش اللي هو بقى خطير، فانت بتبحث برضو في الشركه. يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا ملفين بس موجودين فيها. لا ملفين بس ساعتها الموضوع ممكن يكون ايه، مريب شويه. ملفين بس ممكن يكون فعلا حاجه حساسه، لكن هتلاقيها في ملفات كتيره. وبعد ما تلاقيها في ملفات كتيره هتلاقي ملفين من دول مكتوب على اكزامبلز وكده. برضه ممكن تكون حاجه حساسه، مفيش قاعده كبيره قوي. بس دي برضه من الحاجات اللي تبص. يعني انا شفت كده، انا دلوقتي قلقت سيكا، لا الموضوع ده يبان اللي هي بابليك شويه. تمام. وبرضه ممكن تبحث انت مثلا في العموم، في العموم اساسا في جيت هاب، موجوده في اكواد ولا لا. هتلاقي هنا اي بي ام موجودة في اكواد تانية. مم. تمام. فحاجة زي كده موجودة في أماكن كتيرة زي كده، غالبا ممكن تكون حاجة بابليك مش حاجة حساسة قد كده. فتعالى مثلا على واحد تاني. احنا هنا كنا قايلين كان في هنا باسورد.
هتيجي مثلا هنا على الباسورد ده اول حاجه كده. تعالى بس الاول نبص كده التاريخ فين. من 4 سنين، بعيده شويه. هل مكتوبه هنا في اي حاجه بتقول ان هي example او حاجه زي كده؟ قال لك دي example. معذره مش عارف ازاي ما ركزتش في الشرح دي. كاتب لك بالبونت العريض فوق example هنا. يعني مش هتكمل، اصل انت هتكمل في ايه؟ هو قايل لك ده كلها ممكن تعمل دلوقتي. بص example اعمل كده. ده اكزامبل، فانت مش هتلاقي الحاجه اللي هي خلاص انا كده جبت كريدنشلز. اطلع يا صاحبي خلاص، انت لقيت دي اطلع، مش هتسلم حاجه زي كده اكيد. هتيجي مثلا على هنا. يا رب بس ما يبقاش فيه اكزامبل وانا مش شايفها يعني. هتلاقي هنا الحاجات اللي احنا لقيناها زي دول مثلا. بعد كده مثلا تطلع تبص كده البتاعه دي بتاعت ايه، بتتكلم عن ايه. امم جي اي ماشي. من 4 سنين، من فتره بعيده شويه. بس يعني مش بعيده قوي، بس يعني تلاقي مثلا دوكس ماشي. ستول. تبص بص كده على ايشوز. عذرة كود هنا. وممكن برضو بقى انت مثلا بعد ما عملت كل ده مش عارف تحدد قد كده هي خطيره ولا لا، تقوم انت مثلا مدي الريبوزيتوري دي لشات جي بي تي، تقول له بتاعت ايه، وتقول له هل فعلا السكيورتي فيها كويسه ولا لا. فالموضوع ده بيساعدك ليه؟ انت مش هتقعد تقرا كل ده. انت مش هتقعد تقرا كل ده، او هتطلع على الملف الاساسي وتشوف دي فين ولا بتعمل ايه. انت اكيد ممكن تعمل كده، انت واحد سكيورتي ريسيرشر، انت بتدور في كل حاجه. بس حاجه من الحاجات مش كويسه برضو هنا، ده قديم اوفر 4 سنين. بس برضو ممكن دي تبقى حاجه خطيره. فانت هتعمل ايه؟ هتعمل زي ما انا قلت لك. تعالوا طب نجرب في طريقه تانية. كان فين بالظبط هنا؟ تعالى مثلا ناخد الباسورد ده. نحطه عنده. تعالى نشوف الباسورد ده موجود في أماكن تانية ولا لأ. هتلاقيه في 4 أماكن بس. تمام. يعني ممكن تقول دول ما أجزموش على حاجة بالظبط، أو أنا مش ملاحظ مثلا حاجة تخليه يقول ده صح أو غلط. ففي الحالة دي بقى ممكن تعمل إيه؟ زي ما قلت لك، تدي البتاع لشات جي بي تي، تقول له ده إيه هنا، الريبوزيتوري دي بتتكلم عن إيه. مم. إنه ما يكونش في أماكن كتير، دي حاجة كويسة لحد ما. على الأقل مثلا credential كويسة أو حاجة. تمام. فأنت اللي عايز يبص على دي يا شباب، أنا مش هسلمها يعني. اللي عايز يبص على دي ويشوف الكود كان بيعمل ايه اللي احنا لسه جايبينه ده، ودول بتوع ايه بالظبط، عيش شوف دنيتك فيها ايه. بس تعالى مثلا نشوف الشرح تاني. هو نفس الفكرة كلها، انت بتاخد التوكن، بتشوف البتاع قديم ولا لأ. بتشوف اخر تحديث عليه كان امتى، بتشوف الايشوز، بتشوف الاسم. مفيش هنا مثلا ديفولت، مفيش هنا اي حاجة توحي ان هو حاجة عبيطة او حاجة على الله يعني. قصدي يعني دي حاجة ليس لها أهمية أو مجرد اكزامبل أو حاجة زي كده. وبتشوف الكود طبعا، وتشوف الدنيا كده كلها. مثلا هنا برضو نفس الكلام، هتشوف التوكن والدنيا. بس هو ده اللي بتعمله كله في الجيت هاب. بعد ما بتشوف وتحس يعني انت من كل الحاجات دي حسيت ان هي خطيره او حاجه زي كده، بتديها تحلل الكود، تفهم شات جي بي تي قال لك ايه. لو قال لك دي تمام وكده، ساعتها انت بقى بتحاول برضه بتجرب مع نفسك. انت مش بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل حاجه اكيد. وكل اللي انا عملته ده انت ممكن تعمله تولز. انت حرفيا دلوقتي بان ات ان وكل الشغل الكبير ده ممكن تخلي تول تجيب لك كل الحاجات دي. بس انا بقول لك المين، وانت عايز تبني عليها حاجه ابني عليها حاجه براحتك. بس وفي حاجه كمان عايز اقولها. انت ممكن عادي خالص، ده السيناريو يعني ده حصل لي. ممكن عادي خالص تسلم كريدنشال للشركه وتقبلها مثلا. خلينا نقول مثلا زي يوزر نيم وباسورد، وبعد كده تسلمها تاني تلاقي عملوا ريبوزيتوري جديده على حاجه زي كده. بس في اول الريبوزيتوري دي كاتبين لوكال. تمام. بس نفس الكريدنشالز دي انا مسلمها واتقبلت كريتيكال. مش هقول الشركه بس اكيد كلكم عارفين يعني. فيقوموا داخلين مديني ان ايه، واقول لهم انتوا عبطوا ولا ايه يا شباب؟ يعني انا الكريدنشال دي مسلمها في ريبورت من شهر واتقبلت وعملت له ريسولف ومسحتوها. هي قال لي يا عم احنا كاتبين لوكال في الاول. قلت لهم توظف لوكال، توظف لوكال، الكريدنشالز دي هي. فقعد يقول لي، فبعد كده ما ردوش عليا بعد كده. مع ان كان نفس اللوكال. هو ايوه كانت لوكال في الاول برضو، بس تقريبا اعلى شويه من لوكال ممكن. مش عايز اقول هنا تفاصيل اكتر من كده، لان لو قلت اعتقد هتعرفوا تجيبوها. ف النهاية، انت ممكن تلاقي حاجة والشركة تحسبها فعلا. ي- وبعد كده تلاقي مثلا الشركة غيرت رأيها ولا حاجة. بص في الموضوع ده انا مرة خدت اكتر من ترياكت كتير يعني. وبعد كده اما عملت الانفو بعد كده، انا حتى كنت منزل ميم عنها.
اللي هو ترياج من الشركه بعد اسبوع، بعد كده الترياجه دخل عملها لي: يا عم دي انفو، يا عم طب الشركه اللي تريجت لي دي يعني انفو انفو، اسكت الشركه مش بتفهم. فبجد يعني مش عايزكم تحطوا امال كبيره على الموضوع ده، لانه الشركه بقى تقول لك: يا عم لا دي خطيره مش خطيره، بيحكموا بدماغهم اكتر في الموضوع ده. والله ما بيحكموا كل حاجه، بس انا برضه قلت اللي حصل لي. وتخلي بالك من الحاجات اللي أنا قلتها في هنا، اعتقد انا عملتها برضه في العملي. تخلي بالك من الحاجات موجوده في اماكن تانية. تحاول تتاكد، يعني تحاول على قد ما تقدر. اصل الموضوع دايما مش دايما بيكون متاح او سهل يعني. وتبص على الهيستوري وتشوف هل اكزامبل ولا لا. وتركز على الكومباني. برضو في ناس مش بتركز على الكومباني وبتجرب، وبتركز على الناس اللي شغالين في الكومباني. عادي، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وكل واحد يشوف اللي بيرتاح له او بيجيب يعني منه بس. وده كان الفيديو بتاع النهارده. الموضوع ما كانش كبير قوي. اتمنى يعني تكونوا فهمتوا الفكره كلها. وبرضه شوفوا الفيديو بتاع محمد. وبس كده. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو تانية ونعمل رايت ابس تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.